أهلا بيكم في دوائر الأعمال. شفنا مع بعض دايرة المستودع وخطوات التخزين والإفراج عن الوحدات في المستودع، وأنشأنا المستودعات الثلاثة: مواد خام، مصنع، منتجات. الحمد لله. نروح بقى على الجزء الثاني والمهم، هنوضح فيه آلية عمل المستودع. أنا عاوزك تفهم ميكانيزم، ما تبقاش خطوات. لما تفهم الديناميك كويس هتعرف ازاي تخلي معظم البيزنس بتاعك اوتوميتد. تمام. تمام. نرجع لدايرة المستودع اللي احنا عملناها، واتفقنا مع بعض إن ممكن بسهولة أضيف أو أستغنى عن أي خطوة من الخطوات دي. قلنا إن خطوات التخزين: استلام، فحص جودة، تسكين. خطوات صرف البضاعة: تجميع، تغليف، تسليم. طيب، في نفس اللحظة اللي سيفنا فيها المخزن وقبلها اخترنا 3 اختيارات في الفورم، اللي هم الريسبلاي والانكoming والاوت جوينج. اودو عملت كرييت ل4 رياكشنز. رقم 1، عملت كرييت لللوكيشنز لكل مستودع. يعني ايه؟ يعني انشأت مواقع داخل المستودع. ازاي عملت كده؟ هقول لك. خلت كل خطوة من الخطوات اللي في الدايرة موقع. يعني الريسيف بتاع من المستودع بقى موقع اسمه انبوت. فحص الجودة بتاع الفني عملها منطقة. مكان تسكين البضاعة علق عليه لوحة مكتوب عليها ستوك. وعمل التغليف منطقة. ديليفري بقى موقع اوتبوت. ودي مواقع حقيقية موجودة على الأرض. أمال هنقعد نجري ورا بعض في المستودع ولا إيه؟ كل واحد يلزم موقعه. طيب، هو عمل ده بس؟ لا، ده عمل كمان مواقع افتراضية. هي الوحدات اللي داخلة للموقع جاية منين؟ من الوردين أو من موقع تاني تبعنا. قام عمل للموردين موقع افتراضي. والوحدات اللي خارجة من الموقع راحة فين؟ راحة للعملاء أو لموقع تاني تبعنا برضه. راح عامل للعملاء موقع افتراضي. طيب، هو بيعمل كده ليه؟ قال لك عشان في العمليات لازم نحافظ على القواعد اللي هي الرولز. من إلى، from to. يبقى ببساطة النظام عمل مواقع حقيقية لكل خطوة في المستودع، ومواقع افتراضية عشان يحافظ على القواعد من إلى. تمام؟ تمام. وبعد ما عمل المواقع بدأ يعمل العمليات بين المواقع، وكل عملية لها قاعدة واحدة: من إلى. يبقى بدأ يعمل إيه؟ العمليات. طيب، من الموردين للإنبوت، دي عملية اسمها إيه؟ الاستلام. من موقع خارجي للإنبوت، عملية اسمها تحويل داخلي. من الإنبوت للجودة اسمها إيه؟ مراقبة الجودة. من الجودة للتسكين اسمها عملية التسجيل. ماشي. ومن التسكين للتغليف اسمها عملية تجميع. طب من التغليف للأوتبوت اسمها عملية التغليف. ومن الأوتبوت إلى العملاء سماها إيه؟ عملية تسليم. طب من الأوتبوت إلى موقع خارجي سماها إيه؟ عملية تحويل داخلي internal transfer. طيب، وزود لنا عملية اللي هي on transit، ودي بنستخدمها لما نكون هنسلم لوكالة شحن مش لعميل مباشر. تمام؟ تمام.
طب لو هو عمل لنا عملية من الموردين للعملاء مباشر، يبقى اسمها ايه؟ الدروب شيبينج. كده في عمليات ناقصة. ايوه، هي ايه؟ التوالف والتعديلات الجردية. هنا نلاقي اودو عمل لنا موقعين افتراضيين، موقع سماه الانتاج، وموقع التاني سماه التعديلات الجردية. وقال من فحص الجودة للتعديلات الجردية دي اسمها ايه؟ عملية خسارة مخزون، انفنتوري لوس. طيب، ومن فحص الجودة لموقع الإنتاج دي اسمها توالف إنتاج. يقوم المتابع اللي مركز بقى يقول ايه؟ هو كتر القواعد وكلها بتودي لنفس النتيجة، كلها بتخرج وحدات. يعني العملاء هي نفس التوالف، هي نفسها عجز المخزون أو خسارته، نفس الكلام. هنا على طول أقول له أنت مهندس تكنيكال، أنت مش محاسب. يعني الأساس مش محاسب. وهنا بطلب من حضراتكم سن التركيز زيادة لو سمحت. لو خدنا نظرة عامة على كل العمليات هنلاقي إن كل العمليات فيها قاعدة واحدة، من موقع إلى موقع بيتنقل العملية الوحدات ككمية وقيمة في نفس الاتجاه. حتى في المواقع الوهمية بينقص أو يزيد الكمية والقيمة في نفس الاتجاه. يعني لما وحدات بتدخل من المورد بتدخل كمية وقيمة على الموقع المستلهم، ولو بتخرج للعملاء بتخرج كمية وقيمة على العملاء وتكلفة المباعة، ودي قاعدة ثابتة. إلا التوالي بتنقص الكمية، ولازم نحدد مين هيتحمل قيمتها، وإلا كانت التوالف بقت حل لكل المشاكل. تمام كده؟ طيب، ليه موقعين وإيه الفرق ما بينهم؟ أقول لك تفرق في الوحدات التالفة. في وحدات تالفة غير طبيعية، يعني المتسبب فيها مورد أو موظف معين، يبقى المتسبب هيتحمل قيمتها. طب لو ده مش متاح، تحمل مصروف فترة اسمه خسارة مخزون، وتظهر في قائمة الدخل. تمام؟ تمام. طيب لو هي جاية من مصنعنا توالف أو هوالك إنتاج أو حتى عجز طبيعي، يبقى تحمل على تكاليف الإنتاج، ويعاد توزيع قيمتها على المنتجات السليمة، إما في الباتش اللي هو التشغيلة، يعني لو قدرنا نحددها، أو على الفترة، يعني تم إعدام الكمية لكن القيمة كما هي فين؟ في الحسابات المخزون، في الأصول المتداولة. وطبعا دي بينظمها معيار 2 اللي هو معيار المخزون. كده يبقى احنا بررنا التقسيمة اللي أودو عملها. أظن لحد كده واضح إن شاء الله. طيب، الخلاصة، احنا عملنا أكشن. هو إيه؟ هو إنشاء مستودع بخيارات الريسبلاي والإنكoming والأوت جوينج. يقابل الأكشن ده 4 رياكشن من أودو. هم إيه؟ المواقع، العمليات، القواعد. يبقى باقي إيه؟ الراوتس، المسارات. إحنا لحد دلوقتي متفقين إن كل عملية لها قاعدة واحدة، الرول، يعني من موقع إلى موقع، from location to location.
يعني ممكن أنفذ كل عملية لوحدها، وأقدر أضيف على الدايرة بتاعة المستودع أي عملية، أنشئ موقع وأربطه في الدايرة. طيب المسارات اللي هي الراوتس من اسمها يعني إيه؟ يعني مجموعة متسلسلة من العمليات. مثلا مسار التخزين 3 عمليات: عملية الاستلام، ثم عملية فحص الجودة، ثم عملية التسكين automated. طيب مسار الصرف 3 عمليات: عملية التجميع، ثم عملية التغليف، ثم عملية التسكين برضه automated. تمام؟ تمام. باتمنى بقى من كل واحد مهتم بالمحتوى ده يعمل ديمو لنفسه، ويدخل ينشئ 3 مستودعات تصنيع، ويراجع القواعد والعمليات والمسارات اللي أودو أنشأتها. يراجعهم فين؟ في مستودع المواد الخام ومستودع الإنتاج التام. طب المصنع إن شاء الله لسه له تكملة في فيديو جاي قريب بأمر الله.